زي ما انا قلت ان انت اشتغلت في اكتر من مكان صحفي شبابي زي كلمتنا وزي راديو حريتنا في بداياتك. انا فاكر، وخليني بقى يعني ايه اغش، خليني اخد حاجات من الحاجات اللي انت كنت بتقولها لي زمان واحنا اصحاب بقى وما زلنا اصحاب يعني. مره جيت من المرات لما بدات خلاص عايز تركز شويه وهتسيب الشغل في حريتنا وفي كلمتنا، فقلت لي انا عايز اقرر وعايز اخد قرار وعايز ابتدي، وفعلا يا ابقى كاتب يا خلاص يعني اعمل اي حاجه تانية. فانا محتاج دلوقتي ان انا اخد قرار، ومحتاج ان انا اقعد واقفل على نفسي واركز واكتب المجموعه القصصيه بتاعتي. طبعا انا حد جاهل فما كنتش فاهم يعني ايه مجموعه قصصيه وما كنتش فاهم هي الموضوع كبير ولا سهل ولا صعب ولا ايه موضوع. فخلينا بقى نبتدي. انت عرفنا عليك، قول لنا محمد فهمي. او هو فكره ايه اللي بيكتب قصص، يعني ما كانش يعني هم مش مقتنعين ان مثلا انت حد في سنك مثلا ممكن تكتب قصص وغير القصص اللي سايده يعني. في كده ايه يعني، في حاجه مضايقني قوي، وكان الكلمه دي كانت بتحرق دم يعني، وكانت بتتقال كتير. يجي حد مثلا تقول له بكتب قصه مثلا حاجه، يقول لك ايه تعالى اقول لك تكتب ايه. عايز بالتفصيل يعني. لا هو اللي يقول لك يعني، طب ما تكتب انت يعني، انت مضايق نفسك ليه يعني؟ انا اكتب لك ده صاحب دار نشر او كده؟ لا يعني كمجله او كمثلا حصلت لي في مسرح الجامعه، انا كان عندي مسرحيه كنت عايز اعملها في الجامعه، فالشغاله هناك قالت انت مش انت اللي تجيب لنا المسرحيه مكتوبه، احنا نقعد معاك نقول لك الافكار ونقول لك اللي تكتبه وانت تكتبه. ده هايل. في روايات كتير قوي اتعملت عن هجرة النور، ومفيش اي روايه يعني، حتى الاعمال كلها كانت بتتكلم لما تيجي الهجره بورسعيد. مفيش حاجه خالص عن السويس هاجر والله بس بقى. وكمان يعني برضه يعني طول وانا صغير يعني، انت عارف الاثار الهجره او اثار اللي هو يعني والدي او ستي او والدي من ماما والدي، يعني اللي هو جدودي من الطرفين كانوا مهاجرين. فالحكايات دي على طول بتتحكي يعني. انا كمان جدي كان استشهد في حرب 73 في 6 اكتوبر. فعلى طول يعني على طول في الكلام ده، في دي الحكايه بتاعت العيله. ده الارث بتاع العيله. فاكر ما كنا مهاجرين، فاكر ما حصل كده على طول. مش احنا بس يعني، اغلب العائلات الهجره ديت يعني. السويس هاجرت 7 سنين، فدي بالنسبه لهم 7 سنين مختلفه يعني كتير. طبعا. انا عايز اقول لك ان احنا ما رجعتش يعني نص يعني بما اننا هنتكلم بقى نيروبوليس بالظبط. عايز اقول لك ان احنا مدى برضو يعني ان احنا شعب كتير قوي لو ما فيش عمل وثق التاريخ بننساه. عايز اقول لك ان انا مثلا حد من الناس اللي ما يسمعش عن حكايه الهجره دي بتاعت خط القناه ان هو هاجر القاهره، غير بس في ايه سبب كره النادي الاسماعيلي للنادي الاهلي. عشان تمكن من ايه اسمها ايه السجع والادوات يعني والادوات بتاعته الروايه او كده. انت ما عندكش الموضوع ده. يعني انت كل اعتمادك اللي انت بتشد القارئ على الفكره. الفكره دي بقى بتعتمد على يعني لازم تبقى مذاكر شويه فلسفه، على شويه تاريخ، على شويه علم نفس، فعلا العلوم الانسانيه المفروض. انت ما اتكلمش عن الموهبه، ان يبقى في حد يقول لك انا موهوب وعندي موهبه جدا. بص، هو اسامه انور عكاشه ليه حته في اسامه انور عكاشه طبعا عشان تخطط. لا انا ما سمعتش يعني. كان بيقول لك يعني طبعا هو كاتب رائع يعني. فكان يقول لك ان الكاتب اللي هو بيكتب روائي او دراما، بما انه كان روائي الاول قبل ما يقلب، ان هو لازم بيكون عنده القدره ان هو يلاحظ كل حاجه بتدور حواليه، ويكون عنده قدره تخزينيه. دوت نوع من انواع الذكاء يعني. ده علميا بقى ان مايكل محسن بيقول: هاي عز وهاي تهامي. مرة تانية كنت عايز أسألك إيه رأيك في ظاهرة زيادة عدد المدونين اللي طبعوا كتب في الفترة الأخيرة، وهل التدوين فعلا ممكن يكشف لينا المزيد من المواهب الأدبية؟ بالتوفيق دايما يا تهامي، وأنت راجل تسال كل خير، وأنا حسيت فعلا من أول مرة شفتك فيها إنك بني آدم محترم وجدع. الله يخليك. أنا قابلته طبعا قبل كده في كلمتنا. كان إنسان هايل. هو التدوين كويس يعني، لازم المدونات ما تظهر كتب، ده شيء كويس. اي حد بيكتب فكره، الفكره دي يعني يا جماعه احنا كان عندنا مشكله، احنا ما كانش عندنا حد بيفكر يعني. صح يعني، دي كانت كارثه. احنا مش عارف احنا كنا عايشين كده ازاي يعني. زي كده ما اخترعوا المحمول، احنا كنا عايشين ازاي من غير محمول يعني.
ازاي نقعد مثلا. هي كانت وسيله من الوسائل الجميله اللي خلت ناس كتير قوي تعبر عن نفسها، حتى لو التعبير ده شيء سيء، يعني حتى لو عبرت يعني نفسها الحاجه اللي جواها دي مش حاجه هتضيف. انا هتكلم ازاي في التدوين ومدونه على هو احمد. اشكرك. انا من شويه كده بحن فعلا للتدوين. يعني خليني بس يعني التدوين طبعا يعني لازم الناس تفكر. اي واحد بيكتب فكره كويسه او حتى فكره وحشه، المهم هو فكر. يعني احنا عندنا مثلا عدد الكتاب لسه ما وصلش عدد المغنيين. يعني بما اننا ادينا شويه كتاب كتير قوي. مش كتاب ولا حاجه، التفاؤل بقى احنا بنغير وفعلا بنغير. الواحد اخر كام سنه ديت مصر كلها بتتغير بالظبط. يعني كتاب جديده ظهرت، فرق دور نشر كتيره بدات تظهر، زي اكتب، زي ملامح، زي في كتير قوي. اكتر من 500 600 كاتب جديد ظهروا. يعني هم طبعا هم كانوا مش جداد، هم كانوا مدونين مثلا او كان ليهم نشاطات سابقه، بس ابتدوا النهارده ليهم كتب. دي حاجه رائعه. فرق الموسيقى كلها شوف الساقيه غيرت قد ايه في مصر وطلعت قد ايه. ومفيش بقى لها كام 6 سنين بس. احنا على فكره احنا شعب عنده القدره انه يبقى كويس، يركز جوه نفسه، يركز والله على نفسه. عايز اقول لك ان انا كنت بتفرج على تقرير كده على قناه ABC الامريكيه، فلقيت حاجه غريبه جدا، ان الناس حصل لهم حادثه فانتقلوا من ولايه راحوا ولايه ثانيه وعاشوا سنه كامله راحه. وازاي انتصر؟ ازاي نقدر نطلع بلد مهزومه في خلال 7 سنين تقدر تعيد بنائها وتقدر تنتصر وتدخل في حرب وتقدر. على فكره ده انجاز مش رائع يعني. سيبك يعني احنا مش حاسين بيه النهارده، بس ده انجاز رائع جدا. اسمح لي اخلفك الراي. اتفضل. ان ده مش انجاز. انا لما بلدي تبقى متكسره وطالع من حرب ان انا ارجع تاني للحياه، ده مش انجاز، ده واجب عليا لان انا لازم اعيش يا عم. في الانجاز ان انت تبقى بلدك زي بلد اليابان وتبقى مبادة نوويا. سنين انجزنا وبعد كده خليني بس اوصل المعلومه للاخر. اليابان جت على الارض، يوكوهاما وهيروشيما. انا اسف، هيروشيما وناجازاكي. يوكوهاما ما كانش فيها اي حاجه خالص. جت على الارض تماما، وان هم مش بنوا بس نفسهم، ده تفوقوا على اللي ضربهم. فده يعتبر انجاز، ان يبقى نسبه الاميه فيهم 0%. ان يبقى الامي اللي ما يعرفش كمبيوتر، ده انجاز. لكن ان انا ابني بلدي وابني الشوارع والطرق والحاجات دي انجاز، بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه تاني. خلينا الناس بيبعتوا تعليقات كتير جدا وانا عمال ادلت في التعليقات المتكرره، بس خلينا نقرا عشان ما يصابوش باحباط. هند محمد بتقول: كلماتك تشع روعه وكتاباتك تتلألأ جمالا بورق قلمك، وسلمت يمينك تستحق دائما الافضل. انا بشكرك يا هند، ربنا يخليك. يعني تعليق بليغ نقدر نقول، يعني لو نقدر نقول كده. بشكرك جدا. هند محمد بتقول في الاول: ايه فايده الحياه؟ نفسي تجاوبني يا تهاني. ده سؤال كبير جدا. بتقول: نفسي اعرف ايه لازمه الحياه وايه الفايده منها. صحيح فيها حاجات حلوه بس الوحش كتير، مش عايزه اعيشها لا بحلوها ولا بمرها، مرارتها خلتني مش عايزه ادوق حلاوتها. ايه يا هند في مشكله ولا؟ حاولي تكلمينا يعني وشاركينا فعلا رايك، لان رد انت عليها محمد. ايه فائده الحياه وايه لازمتها؟ يعني انا دايما بحس ان اصعب حياه ممكن كان حد يعيشها حياه الانسان ما يكون هو حاسس من جواه ان هو مختلف عن الاخرين، وان هو حاسس ان هو صح واللي حواليه كلهم غلط، والغلط ده بيتفرض عليه. متهيألي هي عايشه حاجه زي كده. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عايش في فتره زي كده، في فتره من عمره كان بيروح غار حراء اللي هو يتعبد ويترك اهل الكفر والضلال وعايشين في حالهم. اكيد هو قدر يطلع بالنفس وان هو يخلي نفسه انسان جميل وجواه يبقى امل وجمال ونور بعيد عن الظلام اللي بيحوم حوله. فحتى لو انت واشتغل على الدايره الاولى على اهله وبعد كده على اصحابه، واصحابه جابوا العالم كله بالظبط. ما هي فانت ازاي انت نفسك تبقى منصر النور وتبقى انت نفسك مطمئن حتى لو كان كل اللي حواليك وحش. احنا جينا الارض طبعا عشان نعمر فيها ونسيب اثارنا وبعد كده نموت ونجي ناس غيرنا. صح.